ما تعملش توكيل رسمي عام شامل لحد ايا كان هو مين، حتى لو ابوك. ما تديش فلوس لحد يشتري لك حاجه وانت مش موجود. لو زنقت معاك قوي وعاوز حد يخلص لك مصلحه، اعمل له توكيل خاص بالمصلحه دي بس، بلاش توكيل رسمي عام. يعني انا بيجي لي كميه استفسارات، واحد عمل لمراته توكيل فنقلت الفلوس باسمها ولا الشقه باسمها وخلعته، اعمل ايه؟ واحد مسافر وبعت فلوس لمراته تشتري شقه، قامت اشترت الشقه باسمها وخلعته، اعمل ايه؟ طب خد بقى اللي اكتر من كده، واحد مسافر وبعت فلوس لمامته تشتري بيها قطعه ارض، كتبتها باسمها لحد لما هو ما ينزل وتنقلها له باسمه. ماتت الله يرحمها قبل ما هو ما ينزل، اخواتها قالوا له مالناش فيه، ده ورثنا وهنورث. يا جدعان ما انتوا عارفين انها فلوسي وارضي، مالناش فيه، طالما باسم مامتنا يبقى هنورث. ما تعملوش توكيل رسمي عام لحد خالص. مراتك وبينكوا عشره وعيش وملح وبينكوا 10 عيال وحياتكوا زي الفل، اصرف عليها بما يرضي الله، وطالما هي ست كويسه معاك ومش منكده عليك، ليه تديلها توكيل تنقل حاجتك باسمها؟ وسيب الحاجه زي ما هي، ربنا يديك الصحه وطولة العمر، يعني بعد عمر طويل تتوزع زي ما شرع ربنا قال. ربنا ما حطش احكام المواريث دي عبث. سيب كل حاجه باسمك، ما تعملش توكيل لحد خالص. اوعى تثق في حد، ما عادش في ثقه يا حبيبي، احنا دلوقتي عندنا ازمه ثقه. والمحامي مش ساحر، انا مش ساحر والله، انا بني ادم عادي وفي قوانين بتحكمني. يعني لو انت جاي لي في مشكله زي كده وتقول اصل انا اديت لحد فلوس واشترى الشقه وكتبها باسمه، طب انا اعملها لك ازاي دي؟ يعني انا حتى لو رفعت قضيه في المحكمه وانت خسرتها، يبقى انت كده خسرت فلوس التقاضي وفلوس المحامي فوق فلوسك. خلي حبيبي فلوسك معاك طالما انت مسافر، واكيد دخلك بره بالعمله بتاعت بره، يعني حافظه قيمتها. وانت مسافر خلي عملتك معاك، لما تنزل اجازه كده ان شاء الله وربنا يكرمك يبقى اشتري لنفسك. عايز حاجه من حد وانت مش موجود ومحتاجها ضروري، تعمل له توكيل بالحاجه دي بس. يعني نصيحه، بما اننا بقينا اهل كده واخدين على بعض، فدي نصيحه لله.